تعالوا بقى بسرعة يا بنات عشان الفيديو ده بجد يستاهل يطلع ترند. هاتي بقى الطبق بتاعك ولا الحلة بتاعتك وتعالي لما اقولك هنعمل حاجة النهاردة اخترعوها اليابانيين. هو انتوا يابانيين واحنا مصريين يا حبايب قلبي؟ مش هيصعب علينا اللي انتوا بتعملوه خالص. فاكرين الفيديوهات بتاعت اليابانيين لما بيجيبوا كده الحلة ولا الطاسة تكون متبهدلة من تحت ومحروقة، وتكون كمان محروقة حرق سنين السنين، ويحطوها في محلول وتطلع زي الفل؟ تعالي لما اقولك ايه هو ده. هاتي هنا معلقة من الاوكسي او اي اريال يا بنات عادي جدا، ما يكونش اريال اوتوماتيك، كمان اريال عادي. هاتي معلقة ومعلقة ملح ومعلقة كربوناتو، ومعاهم الكينج ده. ايوه هو ده البوتاص يا بنات. هاتي معلقة من البوتاص. يبقى نعيدهم تاني، يلا اكتبي ورايا بسرعة. معلقة من الملح، معلقة من الكربوناتو، معلقة من الرابسو، معلقة، بصي اي مسحوق، ما تقيديش نفسك، رابسو واوكسي اي مسحوق يا بنات، معلقة من البوتاص. البوتاص هو كينج اليوم النهاردة. بصي بقى هنعمل ايه، قلبيهم كده تقليبة حلوة في بعضهم يا ست البنات، وتكوني غالية كاتل مية كامل. ولازم يا بنات يكون معاكم جوانتي، اي جوانتي، علشان طبعا تحافظوا على ايديكم، لان احنا عارفين البطاس بيعمل ايه. مع ذلك ما عملش معايا اي حاجه خالص. بصي بقى كاتل الميه ونزلت كده، ايه الفوران ده؟ والفوران يختفي في لحظه كده؟ لا لا لا، ده كده يا بنات يبقى المحلول دون فعلا حاجه مركزه كده خام، بتجيب من الاخر. يلا نجيب الطاسات بتاعتنا. شايفه الطاسه دي؟ انا خليت الطاسات دي تبقى كده يا بنات علشان اصور لكم الفيديو دون. ليا اكتر من 3 شهور ما غسلتهاش من تحت كويس علشان اوريك الفيديو ده. بصي، يعلم ربنا وشاهد عليا ربنا، انا ما قصيت اي حاجه في المقطع ده عشان اوريكي هي قعدت قد ايه في الميه، ما كملتش حاجه. ولو انت عايزه نتيجه افضل، خلي الخليط دون على البوتاجاز وسيبي النار. هاتي بقى سلكه، اي سلكه يا بنات، وعايزه اقولك يعلم ربنا ده هو، بصي بيطلع يعني لو عملتي كده بضفرك هيطلع، او بايدك. شايفين؟ انا مش بدعك، صدقوني مش بدعك، انا يا دوب بس مشيت السلكه كده لقيت حاجه كده ما شاء الله بجد. ايوه نقول لهم بقلب جامد، لو انتم يابانيين احنا مصريين ومفيش حاجه تستعصى علينا، انتوا اخترعوا واحنا نقلدكم. امال انتوا فاكرين ايه، في حاجه هتصعب علينا؟ بصي، لا 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 لا، شاهد عليا ربنا، انا ما بدوسي على السلكه، انا يا دوب ممشياها كده تمشيه. بصي انا ما قصيتش اي حاجه من الفيديو، شايفه كل حاجه قدام عينيكي حصري. الوصفه دي مش هتلاقيها عند حد تاني بجد يا بنات، لا ده اختراع. رحت على الحوض وبسرعه كده، ايه ده؟ لا لا لا، طب تعالي ندي تلميعه تانية. بجد انا كنت مذهوله من الوصفه، معقول في جمال كده؟ لا بجد لا، مش هنتعب، خلاص مش هنتعب يا بنات في غسيل المواعين. حمري واقلي براحتك، الطاسه اللي تتحرق ليها علاج. ايه ده؟ اهو، بصي تحت الاضاءة اهي باينة. شكرا كوكب اليابان، مش قلتلكوا تخترعوا واحنا نقلد؟ يلا بقى كده نشوف الطاسة الصغننة بتاعت التومة دي، انا وريت لكم من الجنب هي كانت محروقة ازاي. بصي شايفة الجنب ده؟ الجنب ده محروق. تعالي اوريكي بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. كانت المشكلة معايا يا بنات ان انا خرجت الجوانتي لايدي الشمال، وانا المفروض ان انا هدعك باليمين، كنت المفروض اخرج اليمين، فلا كسلت بصراحة، وقلت لا انا مش هسيب الاختراع ده يبرد. بما اني عاملاه في طبق، انا لو كنت حاطاه في حلة كنت هقدر اسخنه على النار، بس ما كنتش عايزاه يبرد عشان اخد منه افضل نتيجة. يلا على البوتاجاز، بوتاجاز ايه، يلا على الحوض نروح نغسلها ونشوف هتبقى ايه هي كمان. اهي يا سيدي. عايزه اقولك بقى ان انا ما كنتش بدعك، يعلم ربنا ما كنت بدعك. ليه؟ لان انا كنت على المطبخ، لكن انا لو واقفه على الحوض انا هدعك وهطلع عينها. بصي بصي، بصي الطاسه عامله ازاي،
وعلى فكرة يا بنات الطاسة دي كمان لو انتي تاخدي بالك كده كانت محروقة من جوه كمان، عشان كنت بقلي على نار عالية، فاكيد الحروف بتاعت الجوانب من جوه. بصي يا بنات، بتتحدث عن نفسها الخلطة دي والله. انا ما جريتش الفيديو، جريت لك الحتة دي بس عشان ما تزهقيش. شايفة الجناب بتاعت الطاسة من فوق عاملة ازاي؟ ده كله هيطلع. اللي عجبتني قوي بقى يا بنات حوامل البوتاجاز. يعني الخلطة دي تنفع لكل حاجة؟ ايوه طبعا، امال ايه. بصي الطاسة دي انا كنت فاقدة فيها الامل وقلت استحالة ان هي هتنضف بصراحة، لاني ليا يعني 3 شهور مش بدعكها من تحت قوي عشان الخلطة دي. صدقوني يعلم ربنا زي ما بكلمكم كده. اقول لا علشان لما اجرب على اختراع يبقى صح. وعايزه اقولك ان انا جربت كذا مره ما كانش بيديني النتيجه دي. يعني انا جربت كذا وصفه قبل كده كانت بتنزل على مواقع وبيقولوا ان هي بتاعه اليابان، تمام، ولكن ما طلعتش بتاعه اليابان ولا حاجه. لكن لما لقيت دي فعلا حقيقيه نزلتها لكم. لازم اكون صادقه معاكم في كل كلمه بقولها، وبامانه يا بنات الوصفه دي بجد اختراع. بصي الحله ما كملتش حاجه في الميه السخنه، طلعيها وادعكيها. انا عشان التصوير شاهد عليا ربنا ما كنتش بدعك جامد، يعني يا دوب كده بحركها. خلي بالك بقى لازم تلبسي قفاز هنا، لان بصراحه الالمونيا ولعت. الالمونيا سخنت جدا يا بنات، ما كنتش قادره امسكها بصراحه، فكان لازم ان انا البس جوانتي. بصي الفتحات بقى او الرسمه المدوره دي بحرف سكينه وكنتي تطلعيها، بس انا كنت مستعجله عشان التصوير. شايفه الحله مصفره ازاي؟ واخده بالك انتي من الصفار اللي في الحله؟ مش هتغرمي حاجه صدقيني، لو عملنا الموضوع ده كل شهر كده في كل المواعين بتاعتنا هتلاقي المواعين بتبرق. مش عايزه اقولك الحله دي ليها كام سنه عندي، وبصي سبتها كده لحد ما اصفرت من بره عشان نجرب التجربه اللي بجد عجبتني قوي، وكنت مبسوطه وكنت فرحانه قوي بيها بصراحه. بصي الالمونيا لمعت ازاي؟ زي ما قلتلك بقى الحروف دي بسكينه وتتعمل هتبقى تحفه. يلا نخش على التقيل. المفروض ان انا بسيبها شويه يا بنات، لكن انا والله ما كنت بسيبها. بصي بتطلع في ايدي ازاي؟ شايفه الدهون بتطلع في ايدي ازاي؟ اللي هي الدهون اللازقة اللي صعب انها تطلع. بصي لا بجد جميلة بجد، مش هبطل ان انا اعملها كل شهر. بصي قدامك اهو. في سهولة اكتر من كده؟ اكيد لا. انت شايفة انا ماسكة السلكة ازاي؟ انا مش دايسة عليها. انا لو على الحوض كنت خدت حريتي، لكن لا لا لا. ايه ده يا بنات؟ ايه ده؟ في معقول حاجة تشيل الدهون كده؟ دي دهون وحروق، انتوا متخيلين الاتنين مع بعض بيبقى صعب قوي ان احنا نطلعهم. جربتها على البوتاجاز، مش عايزه اقولك الحوامل راحت في حتة تانية. الحوامل بتاعتي انا لسه جايباها يا بنات، عيون البوتاجاز هتبرق. شايفه؟ اظن ان انت شايفه. تعالي بقى نشوف من جوه الحروف اللي اتحرقت دي. بصي ما تنسيش بقى الفيديو ده لازم تعملي مشاركة لكل حبايبك عشان كله يستفاد، واللي هتعملي له مشاركة اكيد هيدعيلك دعوة حلوة، لان ناس كتير بترمي طاسات وناس كتير بترمي حلل. وبصراحة يا بنات الدنيا غالية ومحدش معاه يجيب كل شوية، وغصب عن الناس الحاجة بتتحرق على البوتاجاز. بصي بقى، لو انت عندك جردل هتنقعي الحوامل في الجردل. لو مش عندك جردل هتعملي ايه؟ هتحطي الخلطة دي جوه بخاخ
وترشي الحامل كله بالبخاخ وتدعكيه. بصي الحته اللي انا حطيتها ما كملتش ثانيتين، يعلم ربنا بقت جديده بمجرد ما مشيت عليها بس السلكه. يعلم ربنا وشاهد عليا ربنا، يمكن انت شايفاها كويس. بالبخاخ يا بنات زي ما بقولك كده هتلاقي كل حاجة بقت معاكي فل يا فل، ومش هنحتاج خالص ان احنا نجيب منظفات غالية. شايفة الطاسات من تحت بقت عاملة ازاي؟ لا يا بنات بجد استاهل منكم دعوة حلوة واستاهل لايك، وما تنسونيش في كومنت حلو منك، واهم حاجة الدعوة. انا مش عايزة منك غير كده. ولو عجبك فيديو النهاردة، لو انت لسه ما اشتركتيش عندي في القناة، انا يشرفني متابعتك ليا، واشوفكم على خير ودمتم في رعاية الله سالمين. مع السلامة.